لو حطيتوا ايديكم كلكم يا مصريين في كل جامعه من الجامعات، كل عميد كليه وكل عميد جامعه او رئيس جامعه منتبه وبيفني نفسه عشان يطلع جيل قادر، انتوا هتختصروا الزمن، هتختصروا الزمن. اذا كان التحضر الانساني والفكري والثقافي والعلمي والاقتصادي في عمر اي الدول ياخد له من 50 ل 100 سنه، لو اتحطت ايدينا مع بعضنا البعض، ايدينا مع بعضنا البعض، والقلب كان مصدق والعقل كان مصدق والاراده كانت مصدقه، لا هيبقى في كلام تاني وهتختصروا كتير من الوقت. يا ترى المجتمع هيبقى قابل للتغير الكبير اللي احنا بنعمله، ولا بناخد الناس بالراحه؟ برضو احنا بناخد الناس بالراحه. فالموضوع ما يتحلش في كلمتين ارد عليك واقول لك يعني الاجابه كده، لا، هي الاجابه برنامج كلنا بنشتغل عليه ويستكمل باللي بعد مننا وباللي بعد مننا، ونحافظ على 3 حاجات: على مناخ الحريه الحقيقي دون الاضرار او بفوضى تؤثر على امن واستقرار البلد ديت، لان الحريه تقف عندما تصل الى الاضرار بالاخرين، وده خط متهيألي كلنا متفقين عليه. دي نقطة. النقطة الثانية إن عملية التطوير عملية مستمرة لا تنتهي بجيل أو بعصر أو بشخصية أو بقيادة أو بحكومة، لا لا لا، ده حاجة بتستمر اللي لينا واللي بعدنا واللي بعدنا واللي بعدنا. ولو احنا انتبهنا للنقطة دي الأمور هتبقى وفهمناها كويس ومارسناها، احنا هنحقق نتيجة كويسة. ويتبقى النقطة الثالثة، إن ده مرتبطة بالشعب المصري ككتلة، إن هو لا يسمح مرة تانية بإن حد ياخده عشان يكسر ويهد بيها بلده.